أنا إسلام حمزة جوريست وأساسا عضوة في الرابطة التونسية للمواطنة. الرابطة الساعة اليوم قبل ما نحكي على السيسيون تاع اليوم بالضرورة باش نقول اللي عملنا سيسيون نيميرو 1 اللي حكينا فيها على الأسس القانونية الأجنبية والوطنية، وفي المرة هذه كانت سيسيون أكثر تقنية. اش معناها تقنية؟ يعني الملاحظ يكون فعليا قادر انه يقوم بعملية الملاحظة من خلال الرصد للخروقات، شنو هي الخروقات، ودخلنا في تفاصيل القانون الانتخابي اللي بالضرورة أي ملاحظ لازم يكون ملم به. هي دورة تخص تأهيل أشخاص عاديين باش يكونوا ملاحظين بالضرورة. عنا الوقت محدد. الرابطة قامت بمجهود كبير في أنها حددت النقاط الأساسية والمهمة اللي لازم يولم بها أي شخص باش يقوم بعملية الملاحظة. نقول اللي كانت من كثرة الأسئلة اللي موجودة، من كثرة التساؤلات اللي لا يدل على شيء إلا على معناها رغبة واهتمام العميق للموجودين باش يكونوا ملمين بدور الملاحظ ويقوموا بدورهم على أحسن وجه، وطرح الأسئلة اللي كان معناها تعدى على نقاط كثيرة، واللي فما نقاط زادة أكثر ما تعديش عليها، واللي إن شاء الله في السيسيون الثالثة نتعداو عليهم إن شاء الله. الرابطة هي جمعية جديدة ما تحلت، ما بدات فعليا إلا مش فعليا قانونيا إلا من شهر أفريل 2011. المنخرطين فيها العدد متاعهم أكثر من المتوقع، يعني كنت قارنها بجمعيات أخرى اللي تم تأسيسها في الوقت هذاك باش تلقى المنخرطين متاعها، وهذا يرجع لبرشا أسباب. أهمها أنا نرى من وجهة نظري إنها اسمها الرابطة التونسية للمواطنة، والموضوع متاعها يعني لوبجي هو المواطنة، والمواطنة تمس كل شيء، تمس لا كولتور، تمس الممارسة، تمس الحياة الانتخابية والشخصية وكل شيء. نهار اللي قررت أني باش ندخل للحياة هذية من باب مواطنة، اخترت الجمعية التونسية للمواطنة.